تحت الهرم الأكبر في حاجة محدش قدر يدخلها لحد النهاردة. كل الأجهزة بتفصل، وكل اللي بيحاول يقرب بيختفي من الرادار. سنة 2017 فريق من العلماء الإيطاليين استخدموا مساحات حرارية للبحث جوه الهرم الأكبر، ولقوا فراغا غريبا جدا، كأنه ممر طويل يؤدي إلى غرفة ضخمة تحت الأرض. لكن لما حاولوا ينزلوا كل الأجهزة تعطلت فجأة. بعدها بأيام أحد العلماء قال في لقاء إنهم رصدوا مجال طاقة بيتحرك جوه الهرم واختفى قدامهم. والغريب إن البرديات القديمة كانت بتتكلم عن بوابة النور اللي بتوصل لعالم الآلهة تحت الهرم مباشرة. فهل فعلا الهرم مش مجرد مقبرة؟ ولا فعلا في بوابة فرعونية لعالم تاني محدش لسه فتحها؟